الفل عليكم احلى متابعين، وحشتوني كتير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقه عمل كوكيز بالشوكولاته، او كوكيز هنعمله فانيليا بس هنحط فيه قطع شوكولاته صغيره. يلا بينا على الوصفه. يلا بينا. معانا كوبايه زيت كبيره. هديكم معيارات بالجرامات ولا اديكم كوبايات؟ لو هديكم بالجرامات عشان تبقى مظبوطه معاكم اكتر، هديكم بالمعايير بالجرام. معانا 150 زيت، 150 جرام زيت. معانا 120 جرام سكر، ده سكر ابيض عادي. معانا 360 جرام دقيق، ومعانا باكو بيكنج باودر وبيضتين، ومعانا 8 جرام فانيليا. انا بحب احط كيسين باودر، وبحط شويه اللي هي فانيليا سايله. تمام، يلا بينا على الطريقه، يلا بينا. انا ما عنديش الشوكولاته الشيبسي، ما عنديش. انا سيحت شوكولاته واعمل حلو، اعمل الشوكولاته الشيبسي. انا معايا كيس حلواني او اي كيس تلاجة. هنعمل بس كور الصغيره دي هتبقى شوكولاته الشيبسي. وسيبها متكملش 10 دقايق وبتنشف. بصوا، هعمل كده شويه عشان هعمل كده الكميه كلها وارجع لكم تاني. احط عليها السكر، ننزل عليهم بالفانيليا، شويه فانيليا سايله. اضرب جامد وتضربهم لحد ما لونهم يفتح شويه. ريحه الفانيليا السايله دي رهيبه، بس كده حاجه مزاج كده. مع مضرب كهرباء يضرب، بس هي الطريقه الصراحه مش محتاجه مضرب كهرباء يعني. بصوا لونه فتح ازاي. نحط عليه الزيت، ننزل عليها بشويه شوكولاته. ننزل عليه بالدقيق. طريقه سهله خالص. والباكو بيكنج باودر. اللي عايز يعمله بالشوكليت هيحط معلقه كاكاو. انا هعمله النهارده فانيليا. نلم الدقيق كله. وصفه، بصوا وصفه ما خدتش معانا حاجه خالص. كوكي الصراحه جميل، هشوا هتلاقيه جميل قوي معاكم. مخدش معاكم. بصوا مكوناته بسيطه خالص، يعني اي بيت فيه المكونات بتاعته. اهو خلاص. بصوا هنكورها بقى المقاس اللي انتوا حابينه. عندنا صينيه فيها ورق زبده. المقاس بقى بنظركم بقى، يعني انا ساعات مش بيظبط معايا المقاس قوي، بس يلا
حسب النظر كده، بنميل بالنظر. اخلص الكميه وارجع لكم تاني. بصوا كده عملنا الصاج ده، هنخلص باقي الكميه كلها واحطهم الفرن على درجه حراره 170 لمده 20 دقيقه. لما يطلع هوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا كده طلعنا صينيه الصاج خلاص من الفرن. بصوا هو بس سخن شويه. بصوا حلوة يا جماعة. بصوا شايفين؟ بصوا لونه عامل ازاي من تحت بني. بصي لونه تحفه وجميل. بصوا يا جماعه نقدمه في الطبق. يلا بينا. بصوا كده ايه رايكم؟ بصي شكله ولونه تحفه. هحط لكم واحده. بصوا جميله. بصوا جربوها يا جماعه، جربوها تعجبكم قوي. وصفه اديكي شفتوا الوصفه، وصفه سهله خالص، ما خدتش معانا وقت ولا محتاجه تخمير ولا فيها زبده ولا اي حاجه. هي كوبايه الزيت دي ودي والسكر وخلص الموضوع على كده. وصفه سهله وجميله، والاطفال كلهم اولادك كلهم يحبوهم، وينفع معاكي في الفطار تشربيها مع شاي مع لبن، تتعشي بيها مع كوبايه حاجه ساقعه، تمشي معاكي في جميع الاوقات، تقدميها لما يجيلك ضيوف. وصفه جميله وسهله. يا رب الوصفه تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. سلام.